السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اخواتي وحبايبي في الله، هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي. وكلمتين يا ريت الكل يسمعهم كويس جدا. احنا خلاص بقينا في سنة جديدة، ربنا يا ربي يجعلها سنة خير وسنة رضا وسنة طاعة وسنة كل حاجة حلوة على الجميع. ربنا يكبر خاطرنا بيها، ربنا يعوضنا فيها عن كل الأذى وكل التعب وكل الحاجات اللي عشناها السنة اللي قبلها والسنين اللي قبلها. يمكن السنة دي كانت من أصعب السنين عليا وعليكم وعلى ناس كتيرة جدا جدا. السنة دي فقدنا ناس غالية كتير جدا على قلوبنا، يعني فقدنا نص شعب بحاله. يعتبر معاناة ما بعدها معاناة. أنا كبسمة الحمد لله دائما وأبدا فقدت فيها قناتي اللي هي شغلي، والشغل أكتر من 7 سنين. فقدت فيها خالي. خالي ده مش يعني خال بمثابة أب، مش خال عادي. ربنا يرحمه ويرحم خالتي ويرحم جميع أمواتنا المسلمين في كل مكان. فيا رب يجعلها سنة خير على الجميع، رجاء ثم رجاء ثم رجاء ثم رجاء. يا جماعة ناس كتيرة هتبتدي بقى تاخد ولادها وبناتها وينزلوا. أنا واحدة من الناس يا جماعة كنت أحيانا بعمل كده، مش دايما. كنت أحيانا من وقت للتاني، يعني مش كل السنين، يعني يمكن أنا متجوزة ليا 16 سنة عملتها 5 6 مرات. ان انا كنت بنزل انا والبنات في يوم راس السنة نتمشى نشوف الناس. وربنا العالم بالنية، انا مش نية احتفالات ولا اي حاجة خالص غير ان احنا بنتمشى، بنطلب ساندوتش كوباية عصير زي اي الامهات، وربنا عالم بنيتي ايه في الوقت ده. تمام. دلوقتي في ناس كتيرة زهقانة ومخنوقة وربنا العالم بيها هتنزل. بس رجاء رجاء لو انتوا نفسكم جايكم ان انتوا تنزلوا وتتمشوا، رجاء وانتوا ماشيين اوعوا تنسوا المقاطعة. لاني بدأت قلبي يوجعني والواحد بدأ يحزن كتير. بقيت الاقي يعني ايه، الاول كانت الناس متمسكة بالمقاطعة وموضوع ان مفيش ناس كتيرة في ماكدونالدز في ستاربكس. قلبي وجعني لما اكتر براندين كانوا بيدعموا العدو. ربنا موجود وربنا ينتقم منهم. قلبي بيوجعني لما بلاقي ناس، شخص او 2 او 3 جوه، بجد بقيت عايزة ادخل اتخانق معاهم. بقيت لما اشوف حد ماسك ازازة بيبسي او كوكاكولا، والله يا جماعة بقيت ببص باشمئزاز رغم ان غلط، بس انا من جواي بقيت بتخانق، انت ازاي كده يعني؟ فده وقت احتفالات وناس كتيرة بتطلع. رجاء ما تنسوش المقاطعة. مش الساندوتش ماكدونالدز اللي مليان فول صويا وحاجة مش صحية هو اللي هيخليني احتفل، هو اللي هيحسن مودي. تمام. مش كوباية ستاربكس هي اللي هتديني طاقة ما بعدها طاقة. اخواتنا يا جماعة، اخواتنا اللي حصل فيهم مش قليل. اخواتنا احنا قلوبنا لحد دلوقتي موجوعة، احنا مش عارفين نتخطى. يعني انا واحدة من الناس بتجنب ان انا اشوف مناظر زي دي. بس مجرد ما بشوف منظر او 2 بالغلط ذاكرين، يعني لازقين في الذاكرة. يعني انت لو تلاحظوا حتى الشهر ده انا مش قادرة حرفيا انزل شغل على القناة. ربنا الواحد هو عالم نفسيتنا عاملة ازاي من جوه. ده اللي ليه واحد عزيز غالي بيفضل حزين عليه العمر كله. فده نص شعب بحاله، اطفال، امهات، نساء، رجال، كل دول اخواتنا يا جماعة. دول اخواتنا. يعني تمت ابادتهم من غير شفقة من غير رحمة. فين احنا؟ فين واجبنا من ناحيتهم؟ احنا واجبنا من ناحيتهم يعني اقل ما يقال، اقل حاجة في الدنيا الدعاء، وان احنا نقاطع الناس اللي بتدعم العدو اللي بيقتل فيهم من غير رحمة. فرجاء ثم رجاء ثم رجاء يا جماعة اصمدوا على المقاطعة. اقل واجب نقدمه لاخواتنا المقاطعة، ومش مقاطعة شهر ولا 2، للعمر. الاذى اللي عملوه في نفوس اخواتنا والاطفال اللي ماتت والضحايا والخراب اللي حصل ده يعني مش خلاص. عمر الألم اللي حصل في قلوب الناس دي ما هيخلص في شهر ولا 2 ولا العمر كله. ربنا يجبرهم وربنا يعوضهم خير، ويجعلهم يا رب في أعلى منازل الجنة بسبب اللي شافوه بيعانوا منه، سواء الناس اللي ماتت أو الناس اللي عايشة. فنبقاش احنا والعدو عليهم. دول اخواتنا.
ومش بس في غزة، لا في كل مكان. ربنا ينصر المستضعفين يا رب، ويهد الظالم، ويورينا فيهم يا رب عجائب العذاب والخراب، ويورينا فيهم كل حاجة وحشة سيئة زي ما هم عملوا في اخواتنا كده، سواء بقى صومال، كل الناس يعني، مش بس غزة، الصومال، غزة، السودان، اللهم صل على سيدنا محمد، سوريا، يعني ناس كتيرة، اخواتنا كتير في كل مكان. ربنا العالم بيهم، ربنا ينصرهم، ربنا يعينهم، ربنا يقويهم. بس بجد البراندات اللي الناس بتقف عليها طوابير بالذات في راس السنة، دي اكتر ناس يعني احنا بندوهم فلوس عشان يذبحوا في اخواتنا وفي عيالنا وفي امهاتنا وفي اخواتنا كمان وكمان. فنتقي الله فيهم يعني، ما وقفتش على سندوتش برجر ولا شوية قهوة. دول اخواتنا يا جماعة. لو احنا قلبنا ما كانش على قلب بعض، يعني نستنى ايه تاني؟ فزي ما قلت، ربنا يجعلها سنة خير على الجميع. استقبلوها بصلاة، بذكر، استقبلوها بحاجة كويسة تنفعنا وتنفعكم وتنفع الجميع. يمكن من اكتر السنين، او هي السنة الوحيدة دي اللي دايما، لو انتوا عارفين بسمة من زمان، وراس السنة واهداف راس السنة واهداف السنة الجديدة واجندة جديدة، السنة الوحيدة اللي جت عليا غيرت مفهومي 180 درجة. اللي الواحد لا عايز يعيد حساباته، بس مش دنيوية بقى، لا، عايز يظبط اهدافه وحساباته. لان احنا يعني مقصرين جدا في حق ربنا سبحانه وتعالى، لان فعلا الدنيا الواحد ولا تستاهل، ولا تستاهل جري، ولا تستاهل تنطيط، ولا تستاهل ان احنا نعادي بعض عليها. لا لا لا، راجعوا حساباتكم، لان محد، مش ده اللي دايم لنا، الدنيا دي مش دايمة خالص. الناس اللي حصل فيهم رغم ان حاجات قوية جدا، بس بجد علموا للناس دروس يعني، من مواقفهم الناس تشكر الناس دي العمر كله. الناس دي يعني عندهم كمية ثقة وإيمان بالله تدرس. بجد ربنا يعينهم، ربنا يقويهم. عيدوا حساباتكم يا جماعة وظبطوها صح. والحمد لله ان احنا عايشين، والحمد لله ان احنا فينا نفس. نحاول بقى ندور على نفسنا ونصلح ونلتزم. والحاجات اللي احنا كنا يعني، اقعدوا مع نفسكم، كل واحد ادرى بقى ايه، يحط الخطة السليمة اللي ينجو بيها في الآخر من الدنيا ومن مشاكل وهم وقرف الدنيا. ربنا يرحمنا، ربنا يقوينا، يا ربنا ينصر اخواتنا، وربنا يجعلها سنة خير على الجميع، يجبر فيها ربنا خاطر كل الناس، ويعوض كل الناس خير، وينصر كل اخواتنا في كل مكان ويقويهم. وزي ما قلت، المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة يا جماعة. اوعوا تضعفوا، اوعوا تيأسوا. اللي حصل في اخواتنا مش قليل، واقل ما يعني اقل حاجة نقدمها لهم المقاطعة والدعاء. ربنا ينصر اخواتنا في كل مكان، وربنا يجعلها سنة خير وجبر خواطر للجميع. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة. ما تنسونيش من دعائكم، ولكم بالمثل اضعاف مضاعفة. مع السلامة.